يتم تقييم أداء اللاعبين في المباريات بعدة طرق، منها التحليل الإحصائي، تتبع عدد التمريرات الصحيحة، التسديدات على المرمى، التدخلات الناجحة، المسافات المقطوعة، وغيرها. أيضا هناك التقييم المرئي من قبل المدربين والمحللين، حيث يركزون على القرارات التي يتخذها اللاعب في الملعب، تمركزه، مساهمته في بناء الهجمة والدفاع. بعض المواقع الرياضية تستخدم أنظمة تقييم رقمية معقدة تعتمد على خوارزميات تجمع بين الإحصائيات والتقييم المرئي لإعطاء تقييم شامل لكل لاعب. هذا التقييم يساعد المدربين على اتخاذ قرارات بشأن التشكيلة والتكتيك، ويساعد المشجعين على فهم أداء اللاعبين بشكل أفضل. مثال: لاعب قام ب53 تمريرة صحيحة وسدد 3 مرات على المرمى قد يحصل على تقييم أعلى من لاعب آخر.